السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا نبدأ بقى الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنسوناش باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. يلا الاول نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده بقى كان روتيننا يوم السبت. قلت بقى ايه، طول الاسبوع بقى في مدارس وفي دروس وكده، صعب ان الواحد يعمل الحاجات دي، فقلت اعملها بقى ايه يوم السبت. كان صباح المدارس. فجيت بقى عملت كام فطيره كده زي ما انتم شايفين، وشايفين شكله بقى عامل ازاي، مورق وحلو. فقلت انزل لكم بقى ايه الاتنين مع بعض. عملت القراقيش، عجنت الاول القراقيش وسبتها بقى تخمر، مش تخمر تريح، انا كده كده بخليها تخمر بعد ما ايه اقطعها. وبدات ايه عجنت معاكم الفطير. تعالوا بقى نبدا الفيديو بقى زي ما انتم شايفين. اول حاجه انا هعمل كيلو ونص دقيق، ده الايه ده القريش. فزي ما انتم شايفين بقى كده، وانا هحط عليه سمنه كريستال. انا بحب كريستال على فكره. يعني طبعا السمنه البلدي لا يعلى عليها، بس السمنه البلدي بقت غاليه قوي، فالسمنه البلدي بستخدمها لو هعمل بيض، اعمل حاجات زي كده. لكن لو هعمل فطير، هعمل قراقيش، بستخدم ده على ده، ما بستخدمش السمنه البلدي لوحدها بصراحه. فزي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم، كيلو ونص دقيق. هحط عليه يعني معلقه ممسوحه صغيره بيكنج باودر. وعندي بقى كمان هنا ده اللي هو ريحه الكحك، ده انا كنت جايباه منه، يعني كنت جايبه كميه كده حطيتها في التلاجة، كل ما اجي اعمل منه. خدت برضو معلقه، نص معلقه كده ممسوحه برضو، عشان ريحه الكحك عامه لو انتوا كترتوها هتحسوا بمراره. هنزل كل النواشف في الاول، وبعد كده معلقه ونص خميره كده زي ما انتم شايفين. انا بجيب الكيس اللي هو 90 جرام ده ب27 جنيه. وبعد كده نزلت برضو بحوالي معلقه ونص سكر كده، يعني حوالي لو المعلقه الكبيره، لو المعلقه الصغيره بتاعت الشاي هحط معلقه واحده. على كل نص كيلو هحط معلقه واحده. وابدا بقى احط بالمعلقه الكوبايه العاديه كده، هعاير القرقيش بالكوبايه العاديه السمنه. بس بقى ايه، طبعا الكحك غير، يعني الكحك لو احنا هنعمل كيلو قصاده ايه نص كيلو سمنه. بس دي قراقيش مش عايزينها تبقى طريه قوي، فهحط لكل نص كيلو كوبايه زي دي. الكوبايه دي طبعا ما بتجيبش الكوبايه اللي هي بتاعت الشاي الصغيره دي، مش هتجيب ربع كيلو. فايه، كل نص كيلو دي بحط عليه كوبايه اللي هي بتاعت الشاي دي. وبخلط بقى سمنه كريستال زي ما انتم شايفين، وبحط برضو زيت، وبحط سمنه بلدي. يعني انا حطيت كوبايتين من اللي هي الكريستال، وحطيت بقى كوبايه فيها سمنه بلدي على شويه زيت اهو. دي كوبايه، دي ايه، دي التالتة. هحطهم بقى، وحطيت برضو شويه ملح سنه. وكل ده بقى ايه، دي كلها النواشف حطيتها على بعض. هبدا بقى زي ما انتم شايفين افرك بقى العجينه. اقعدوا افركوا فيها لغايه ما تبقى كلها مفيش دقيق، مفيش اثر للدقيق خالص. الفرك دوت هو يعتبر ده المرحله الاساسيه. بعد كده لما اجي اعجن، يا دوب هلم العجينه بشويه ميه. زي ما انتم شايفين بقى فركت، خليته لون العجين، لون الدقيق كله بقت السمنه في قلبه. بس انا للاسف الموبايل كان بعيد، ما قدرتش اوضح لكم قوي واوريكم قوي. هبدا بقى، جبت شويه ميه بقى كده، وحطيت حوالي 3 كوبايات ميه حسب نوع الدقيق طبعا. وبعد كده جبت بقى كيس كده ورحت فرداه، وسبت بقى ايه العجينه ترتاح على ما هعجن بقى معاكم الفطير. او زي ما انتم شايفين ده كيلو دقيق. وهنزل برضو شويه ملح كده، وحوالي يعني شويه بيكنج باودر برضو، وكم معلقه سكر برضو كده، حوالي معلقتين سكر كده. وابدا بقى ايه اعجن بميه بس، ولا سمنه ولا زيت. السمنه والزيت دي هنحتاجها فين؟ لما نيجي ايه نفرد بيه الفطير. اهو هبدا بقى انزل بالميه برضو عشان خاطر اعجن اهو شايفين كده. وهنزل واحده واحده برضو عشان ما نحتاجش دقيق تاني. هو مفيش مشكله لو احنا حطينا دقيق تاني، مفيش ولا سمنه ولا في زيت ولا في حاجه حكمنا ان احنا لو زودنا هيأثر ايه، هيأثر على العجينه. لا، بس انا عشان ما احتاجش دقيق. وبعد كده هو بدأت اكملها بقى. الفطير بقى بيحتاج عجن كتير على فكره. يعني القراقيش احنا لميناها بعد ما فرقناها حلو، فرقناها يجي 10 دقايق، ورحنا ايه لمينها عشان ما يبقاش ليها عرق. يعني غلط لما تعجنوا القراقيش او الكحك كتير. لكن البيتزا او الفطاير الحاجات دي بتحتاج عجن ايه كتير قوي، لغايه ما تبقى طريه كده وجميله معانا اهو. زي ما انتم شايفين هبدا بقى ايه اكمل عجن على الترابيزه. وانا هنا بوريكم ان هي بقت طريه اهي. وهسيبها برضو. انا كنت الاول ساعات بسيبها تريح شويه، بس قلت لا، اجيبها اقطعها كده كور، واسيب الكور دي بقى تريح شويه على ما افرد معاكم القرايش اهو. زي ما انتم شايفين بقى كده، هعمل بقى كور بالتقريب كده قد بعض. عشان خاطر انا بعملها رقيقه هتشوفوها، والطريقه دي هتعجبكم. كنت الاول بعملها اللي هي الحته الكبيره اللي على بعضيها، يعني ايه الفطيره كنا بنعملها. يعني لو هعمل نص كيلو عجين مثلا،
نص كيلو في الفطيره يعني، كنت بعملها حته على بعضيها وافردها زي يعني ايه بحجم الترابيزه كلها. لا دلوقتي بقينا نعملها كور كده وافردها رقات، هتشوفوها وهتعجبكم ان شاء الله، وده بيخليه طري وحلو. اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين، بعد ما عملنا الكور دي سيبناها بقى تريح على جنب، وهبدا بقى اعمل معاكم ايه القرايش، وهوريكم بقى العجوه. لو انتوا عايزين العجوه، كنا الاول نعمل العجوه في النص كده فما كانتش تبقى كتير او باينه او في القرقوشه، لكن هنا لو انتوا شفتوا اول فيديو انا اوريكم القرايش من يعني من اولها لاخرها مليانه عجوه. هتجيبي كيس كده وتبداي تفردي بقى فيه العجوه اهو، عشان تبقى على قد العجينه اللي انت فرداها، وبرده بتفردي العجينه كده زي ما انتم شايفين. هعملها كده مربع، اعملي زي ما انت عايزه تعملي زي ما انت شايفاه كده، وابدا افرد برده العجوه عشان تبقى على قد العجينه اهو. بصوا بقى حطيتها زي بحجم العجينه كلها عشان تبقى ايه في القرقوشه كلها، وهبدا بقى الف كده زي ما انتم شايفين، وافرد بقى ايه القراقيش عشان خاطر اقطع وارمي بقى على السوق. حتى انا كان عندي حته عجوه مش كبيره قوي في الفريزر، قلت ايه اعمل بيه صاج كده. وانا بحب عامه لما اجي اكل باللبن احب القراقيش ساده، بس انا عملت العجوه ده عشان خاطر الاولاد، وكانوا عايزين كعب الغزال برضو. كعب الغزال ده بقى لولو قالت لي عليه وانا قاعده، فما كانش عندي سمسم بصراحه فعملته برضو من غير سمسم اهو. شايفين بقى كده العجوه القرقوشه من اولها لاخرها فيها عجوه اهو. هبدا اقطع بقى كده، وعندي القطعه دي جميله قوي كنت جايباها من بتاع ادوات منزليه، كانت ب10 جنيه مش عارفه دلوقتي، والتوحيد والنور فيه على فكره برضو مش عارفه وصلت لكام دلوقتي، بس حلوه لو انت كمان هتعملي بيه مخلل او كده بتقطعي بيها، بيبقى الشكل الزجزاج ده جميل. وبرضو في القراقيش بيبقى شكل الزجزاج بتاعها حلو. وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين هبدا اعمل بقى ايه، هعمل اللي هو كعب الغزال، بس زي ما قلت لكم ما عنديش سمسم. هبدا افرد برضو العجينه كده، بس مش هفردها قوي كتير قوي عشان دي ما بتبقاش كبيره قوي كعب الغزال اهو، حتى العجينه اقل من العجينه الاولانيه. وبعد كده ابدا الم برضو كده، بس بقى كعب الغزال مش هيتفرد، هيتعمل زي ما هو كده، واروح بقى ابدا بقى ايه اقطع ايه زي ما قلت لكم. هعمل صاج اللي عامه صاج للعجوه بس اهو. ابدا اقطعه كده وعلى جنب واحطه. وانا هنا بقى بوريكم ان انا عملت صاج بالعجوه، حتى فاضل ايه حته العجوه دي هكمل بيها الصاج. وبعد كده الصاجين التانيين هعملهم بس ساده، عشان زي ما قلت لكم انا بحبه من غير ايه من غير عجوه، عشان انا بستخدمه ايه في ان انا افطر بيه بالشاي ولبن. وبعد كده بقى ايه بعد ما عملت القراقيش وحطيتها، حتى لو انتوا باصين هتلاقيه ان انا حطيتها على الترابيزه بره ورا كده، سبتها ايه تخمر بقى القراقيش. سيبيها كل ما تسيبيها تخمر بتبقى احلى. وبعد كده جبت بقى ايه سمنه، سيحت سمنه بلدي على سمنه كريستال على شويه زيت، كل ده ايه عشان خاطر الفطير. وعندي بقى قشطه، انا القشطه دي بقى وش اللبن، كل ما بيبقى عندي لبن وبقى غلياه واسيبه تاني يوم الاقي عليه قشطه، اروح شايلها في العلبه دي بقى حلوه لو انت عامله رز بلبن، عامله رز معمر، عامله فطير، كل دوت بتستخدمي فيه القشطه ده. فانا طلعتها بقى تفك زي ما انت شفتوا، وهبدا بقى ايه افرد بيها الفطير. جبت اول كوره كده، واول كوره اللي احنا بدأنا بيها ان احنا قطعناها عشان دي ريحت، وعامه احنا سيبناه ريح شويه، احنا عشان برضو الجو بدأ يبرد يعني سيبيه يريح حوالي نص ساعه اكتر شويه. لكن لو انت في الصيف 10 دقايق بس هيريحوا، واستخدميه بقى على طول. وبعدين على فكره العجينه لو اتقطعت كده مفيش مشكله، على فكره دايما يقولوا العجينه الفطير عامه اللي فيه يعني حاجات مقطعه في العجين، حاجات مقطعه بيبقى طعمه احسن من اللي ما تقطعش. فما تقلقوش وانتوا شفتوا النتيجه، شفتوا الفطير شكله عامل ازاي ومورق ازاي. دي كانت اول بقى ايه اول كوره لميناها كده. هنعمل بقى ايه كل فطيره انا عملتها حوالي 6-7 كور، يعني زي ما انتوا شفتوا انا قسمتهم كور كده صغيره. عايزه بقى تكبري ممكن تكبري الكوره برضو، لو انت عايزه تعملي فطيره على 3-4 ممكن، بس انا مش عارفه بحبها ان انا اعملها كور صغننه كده، بحس ان كل ما بتتعمل رقات بتبقى احسن. وبدأت بقى افرد معاكم برضو التانية اهي الرقة التانية. وبقى كمان وش اللبن ده كل ما تكتري القشطة بيخليه طعمه جميل برضو اهو. بدأت افردها كده، واللي بيعمل فيها برضو ان هي بيخليها تتقطع عشان خاطر العجينة الكورة برضو مش كبيرة قوي، فده اللي بيخليها تتقطع بس طعمها حلو. هبدأ انزل بقى بالسمنة كده، وانزل برضو بحتة قشطة زي ما انتم شايفين، وابدأ ايه اعمل بقى ايه كام كورة لغاية ما ايه اوصل ل6-7، زي ما قلت لكم هعمل 6-7 كور من دهم، كل فطيرة 6-7 كور. وبكده بقى خلصنا اول فطيرة، وهعمل بقى الفطيرتين التانيين لوحدهم كده مع نفسي. انتوا شفتوا الطريقة اهو.
بعد ما خلصت هبدأ بقى افرد، اجيب الصينيه. انا بحب اعملهم برضو، ممكن تعملوا فطيره كبيره، ممكن تعملوا كيلو في صاج كبير. يعني انا عندي الصاج بتاع البيتزا ده، بس انا بحب اعملهم فطير صغيره. ممكن تعملي الكيلو في الصاج الكبير. وبعد كده جبت بقى الصاج الصغير ده، هم زي ما انتم شايفين دي صينيه البسبوسه الصغيره. جيت بقى ايه، جبت الفطيره، اول فطيره بدات بيها، ورحت جايه قلبها على وشها بقى. يعني بصوا، بتقلبوا الجزء اللي هو من فوق دوت، اللي هي اللي اتقفلت منه من فوق كده، بتروحوا قلبينه العكس كده. وهتبداوا تفردوا بقى ايه، تفردوا الفطيره. وبعد كده بعد ما تفرديها القشطه بقى على الوش، حطي قشطه على الوش. وشغلي بقى اول حاجه اما تيجي تسوي الفطير، شغلي الشوايه الاول، اديها لون كده ذهبي. وابداي شغلي بقى الفرن من فوق. وتكون درجة الحرارة عادي بتاعة الفطير، عادي درجة حرارة عالية. هو كده كده ما بياخدش سوا قوي من تحت، بدل استوى ايه، بدل خد من على الوش اللون الذهبي ده. وبكده بقى نبقى خلصنا الفطير بتاعنا. ورحت جايبه بقى ايه، بعد ما برد سيبته لما برد خالص، ورحت جايبه كل فطيره قسمها نصين، وحاطه بقى في كيس زي ما انت عايزه بقى. يعني عشان خاطر الاولاد جايين من المدرسه، بدل ما نقف نعمل الغدا وكده، وانا عندي باباهم بيجي بالليل، فانا معظم الاكل انا بعمل اكل يعني على قرب المغرب كده او بعد العصر. فانا بيجوا يتغدوا حاجه زي كده. وممكن لو فاضل اكل من امبارح نعمل يعني يتغدوا منه. وبعد كده نعمل ايه، اكل صبح عشان كلنا نتعشى الاكل اللي احنا هنعمله الجديد. وزي ما انتم شايفين القراقيش بقى كمان استوت كده. الاول برضو سويتها من تحت، خدت اللون الذهبي. وبعد كده شغلت برضو عليها الشوايه. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك.